هنتكلم استثمار. صح. طب ال 20% دول هقسمهم ازاي؟ صح. انا عايز اتكلم على النقطه دي، بس انا عايز ارجع بس للاول. عايزين بس ندي روشته الناس 20% دول تدفعهم لنفسك. مش مفروض اول حاجه مش مفروض تصرف اكتر من دخلك. الحاجه التانيه بنقولها ما تصرفش كل دخلك، حط حته منهم استثمرهم. هم دول اللي هيساعدوك انك تعمل اكتر في حياتك. وتالت حاجه نوع من استثماراتك، والتنويع من الاستثمار كل استثمار ليه هدف. الذهب مفروض يبقى 15% عالميا، 15% من محفظتك تبقى في الذهب. ممكن يزيد اكتر في مصر شويه لو انت خايف من ان يحصل تاني تعويض. هحط فاصله هنا عشان احنا خلاص 50% اساسيات حياتك، 30% انت بتحاول تعمل اللي نفسك فيه او اللي مشدود له او هواياتك او ليك تصرف 30%. 20% بتستثمر. تعالى بقى هنتكلم استثمار. صح. طب ال 20% دول هقسمهم ازاي؟ صح. اول حاجه على ثاندر في حاجه اسمها الفا، بيسالك شويه اسئله. بناء على هذه الاسئله بيقول لك قسمهم ازاي ما بين شركات، ما بين ذهب، ما بين تحويش ادخار. يعني بيعرف انت عليك اقساط، عليك حاجات قريب، بتتوتر ولا لا، عايز عندك مدى، يعني عندك وقت ولا ما عندك، عايز تكبر فلوسك ولا عايز تحافظ على فلوسك. وبيقول لك بمنتهى البساطه بيقول لك حد بيبدا اهو 2000 جنيه، حط 1000 جنيه كل شهر في اكبر 100 شركه في البورصه المصريه. حط 500 جنيه في الذهب، وحط 500 جنيه ادخار، لان هم دول لو ايه اتزنقت في اي مصروف الفا ده بروجرام بيكلمني لا على ثاندر بيسالك ولا شويه اسئله انت